لو قعدت مع اصحابك حاليا وسالتهم ايه العمل اللي مسيطر عليكم وبتتابعوه بشكل كبير هيقولوا لك في نفس واحد سفاح الجيزه. طب ايه الاغنيه اللي بتسمعوها ومعلقه معاكم وممكن امشي في الشارع اسمعها عادي جدا؟ هيرد عليك برضو يقولوا لك العدل فوق الجميع لبدرية السيد. العدل فوق الجميع وبيعشقوا المخلوق. فعلى طول هيجي في دماغك السؤال الكوني اللي احنا عشانه فاتحين القناة دي، وهو ليه الكل حاليا بقى بيحب سفاح الجيزة وبيتابعه بصورة كبيرة؟ ليه كله بقى مستني نزور الحلقتين كأنه مستني فرحه؟ وده اللي احنا جايين نجاوب عليه النهاردة، والبداية من عند اول سبب وهو القصة حقيقية. اول ما بنسمع جملة بان القصة حقيقية على طول بيجي في ذهننا بان احنا مستنيين عظمة، ولكن بقى احيانا بتجلي من صناع العمل ومستوى العمل نفسه بيكون اقل بكتير جدا من مستوى التوقعات. ولكن بقى على العكس تماما سفاح الجيزة فاق مستوى التوقعات، رغم ان كتير بيقولوا بان القصة الحقيقية ابشع بكتير جدا من القصة اللي اتقدمت في المسلسل. وهنا بقى ردي ابشع ازاي يا جماعة؟ الراجل في اول حلقتين ثلاثة مخلص على 3/4 المسلسل وما فضلش غير امه وحبيبته، ويطلع على المشاهدين بالمرة يقتلهم. فكرة ان القصة حقيقية بتخلق حالة من الجدل ما بين المشاهدين، الجدل اللي بيخليك تروح تدور في القصة الحقيقية وتجيب معلومات، وانا كمان بجيب معلومات، ونفضل نناقش بعضينا، فننقل المعلومات دي لشخص تاني والتاني لتالت والرابع، وينتشر الموضوع بالناس كتير جدا فالعمل ينجح. ومن هنا بقى نطلع على السبب التاني واللي هو جرعة الكآبة الغير محدودة. اكتر حاجة بتميز سفاح الجيزة المود الكئيب اللي المسلسل فيه. الاضاءة يا اما بتكون خافتة يا اما بتكون ضلمة تماما، دايما هتلاقي الاحداث كلها بالليل، والصبح ده اساسا ملوش موجود. وحتى لما جه مشهد في الصبح كان الصبح بدري ومفيش اي شمس طالعة، كأن صناع العمل بيقولوا لك مفيش اي نقطة تفاؤل في العمل دوت. والصراحة العمل نفسه ما ينفعش معاه اي جرعة تفاؤل، فشاور صناع العمل على المود الكئيب اللي هم عايشيننا فيه. وخلينا نكون صريحين مع بعضينا، الناس بقت بتتابع اكتر المود الكئيب والاعمال الحزينه، وبقى قليل جدا بانك تلاقي شخص بيتابع قصه صعود نجم. الناس بقت تسيب التفاؤل وتروح عند المود الكئيب. فلو جينا نحلل المشهد الافتتاحي للعمل هتلاقينا على طول بنخش في القصه، لا بعرفك اسمه ايه ولا مين دوا، انا بجيب لك ان هو قاتل واحده وحاططها في الديب فريزر بدم بارد، وبعد كده بياخدها ويدفنها في حوش بيته، والجو مطره والاضاءه خافته جدا تكاد تكون ضلمه. اظن مفيش اكتر من كده كآبة. كمان مشهد قتل فادية في المصنع في جو معتم وجو ليلي، ودفنها برضو في وجود اجواء مطر، كل دي حاجات بتخلق جو كئيب او مود بيجذبك انك تكمل العمل. ثالث الاسباب وهو الغموض. اهم سبب ممكن يخليني اتابع قصة جريمة او ينجحها هو ان يكون في غموض. دايما انا مستني ان في حاجة تحصل، دايما في حاجة انا مش عارفها ولازم اعرفها، وده اللي بيخلي العمل اللي بيكون فيه جريمة يفضل شادد المشاهد لاطول فترة ممكنة. افتكر فيلم الجريمة لاحمد عز، واللي هو كان المفروض ان هو قصة قتل وفي حرب بين العصابات وفي شرطه، ما كانش موجود فيه فكره الغموض دي، فبالتالي فكره الجذب عند المشاهدين ما بقتش موجوده. ولكن بقى في سفاح الجيزه الوضع مختلف تماما. عارف انك هتقول لي بان ده فيلم فالمده قصيره وده مسلسل فانت عندك قماشه كبيره تعرف تعرض فيها زي ما انت عايز، ولكن عملنا هنا قدر انه في كل حلقه يخليك منتظر الحلقه اللي بعديها. في غموض حوالين البطل بتاعنا، البطل اللي عنده 3-4 اسماء زي محي وجابر ويوسف، متجوز 2 وخاطب واحده كمان، وفي واحده هو بيحبها حابسها، فانت عايز تعرف ايه اللي هيحصل فيه بعد كل اللي هو عمله دوا. طب مين الست اللي هو قتلها في التلاجة؟ هل حبيبته اصلا موجوده ولا هو بيتخيلها؟ وهل هي اصلا بتحبه ولا هو مختل عقليا؟ كل دي اسئله بتخلي فيه غموض للعمل، بتخليك تتابعه لغايه اخر حلقه. رابع سبب وهو الاداء التمثيلي. رغم اني مش مقتنع باحمد فهمي كممثل كوميدي، هو بصنفوش التصنيف دوا، وكنت بصنف بس الثلاثه اللي هم شيكو وهشام ماجد واحمد فهمي مع بعضيهم كممثلين كوميديين قادرين ان هم يعملوا عمل سينمائي كوميدي كويس. لكن لما تفرقوا اصبح ان فهمي مش بدرجه الكوميديا الكبيره جدا، وشفنا اخر اعماله في المسلسلات اللي في رمضان ما كانتش على درجه كبيره جدا من الكوميديا. لكن رغم دوا بيتم تصنيفه من الجمهور على انه ممثل بيقدم اعمال كوميديه. وهنا بقى نيجي لنقطه، الشخص اللي ما بتكونش متوقع منه ان يقدم العمل الدرامي بصوره قويه جدا واللي هو بالنسبه لك ممثل كوميدي هو افضل شخص يقدم لك العمل دوا. وهنا بقى نرجع لموارد الطبيعه، وان ازاي احمد امين كان بيتهاجم قبل ما العمل ينزل على ان هو مش هيقدر يقدم شخصيه رفعت اسماعيل بصوره قويه. لكن لما العمل نزل واتفرجنا عليه كلنا سقفنا لاحمد امين على ادائه القوي جدا. وحاليا احمد امين من اهم ممثلين الدراما في مصر، وعلى نفس المنوال بقى ممثل صنف على انه نجم الكوميديا من اول ما ظهر لغايه الثمانينات، وهو الزعيم عادل امام. لكن رغم كده قدم اعمال دراميه قويه جدا زي الحريف والنوم في العسل وطيور الظلام والارهاب والكباب والمنسي. كل الحاجات دي تبين لك بان افضل ممثل يقدم لك الدور الدرامي هو الممثل الكوميدي. فبالتالي لو جيت لاي شخص وحكيت له القصه الحقيقيه لسفاح الجيزه وقلت له بان احمد فهمي هو اللي هيعمل العمل دوا، اكيد هيضحك
يضحك عليك ويقول لك مش هيقدم العمل بصوره كويسه. لكن رغم كده احمد فهمي بيفاجئنا كلنا بانه ازاي اتعلم الطبخ وبقى عنده هوس ليه عشان يقدم الشخصيه بالصوره دي، لغايه ضحكته بنص وشه وطريقه مشيه، طريقه تعامله مع امه الممثله حنان يوسف اللي هنجيلها بعدين، تغييرات تعبيرات وشه قبل القتل وبعد القتل، وبالذات مشهد قتل الممثله جيهان الشماشيرجي. موتوا الصاروخ ليه؟ ده يبقى فيلم زباله. ولو هندي جايزه لافضل اداء نسائي في العمل كله فهيكون طبعا لام جابر عن جداره. الممثله حنان يوسف عامله الاداء بصوره قويه جدا ومقدمه لنا دور فعليا يخليك تكرهه. ست قتلت جوزها وحبست ابنها في قفص الفراخ وبتعامله بصوره وحشه جدا حتى وهو كبير، وبتامره في كل شيء، وبتامره حتى ان هو يغير لبسه بطريقه معينه وبشكل معين ويقعد بطريقه معينه. كل الحاجات دي خلت معظم المشاهدين عايزينها تموت. الممثله راكين سعد وظهورها في مسلسل ريفو اللي كان فيه نجاح كبير جدا ليها، وحاليا برضو بتقدم اداء قوي في مسلسل سفاح الجيزه، وازاي قادره ان هي تنقل لنا المشاعر بتاعتها. ومن افضل مشاهدها بالنسبه لي هو مشهد امها وهي داخله عليها في المستشفى، بجانب طبعا المشاهد اللي وضحت لنا بان هي مجبوره على كل دوا ومش حباه، وان كل اللي كان بيحصل كان وهم. الممثله داليا شوقي اللي اداها في العمل بيقول ان عندها حاجه تقدر تقدمها، وانها ازاي كانت ماسكه عصايه الزوجه من النص، كارهه جوزها ومش عايزه تعيش معاه، لكن رغم كده مش عايزه تتطلق. دور البنتين اللي كانوا بيخدموا ام جابر ازاي ادائهم سلس وبسيط. في المجمل الاداء النسائي في العمل كله كان كويس جدا. ولو جينا بقى عند السبب الخامس وهو الديكور، اكتر حاجه بتخليني اتفاعل مع العمل وارتبط بيه هو ان يكون الديكور بتاعه واقعي، ان تكون الحاجات اللي موجوده فيه انا بشوفها في يوم العادي. بيت ام جابر والسرير والمكان اللي هي بتقعد فيه، التلفزيون القديم، حتى شقه جابر والمطبخ بتاعه، رغم ان مفيش سفاح بيطبخ بالشكل ده، الا ان الحاجات اللي هو بيستخدمها طبيعيه وموجوده في كل بيت، الحيطان الواقعه والعربيات اللي هي مش اعلى موديل، كل الحاجات دي تخلق ما بيني وبين العمل ارتباط. مصانع الملابس اللي اغلبنا ممكن يكون دخل واحد منهم وعارف انها بتبقى عامله كده فعلا، كل دي حاجات بتضفي واقعيه على العمل تقربه منك، وده برضه بيدي انعكاس للشخصيه بتاعتنا وللبيئه اللي هو جاي منها. فصراحه لازم سقفه للناس اللي عملت ديكور مسلسل سفاح الجيزه. واخر الاسباب بقى من وجهه نظري، وده سبب خاص بيا انا، وهو اسمه الايكون. ازاي تخلق حاجه ترتبط بالمسلسل، ازاي تخلق لنا حاجه اول ما نسمعها او نشوفها نبقى عارفين بان ده المسلسل اللي احنا اتفرجنا عليه. يعني لو جيت تقول لي مثلا ايه العلامه المميزه لفيلم زي ذا جاد فازر، هقول لك الموسيقى بتاعته. ولو جيت تقول لي ايه العلامه المميزه لفيلم الارض، هقول لك اغنيه الارض لو عطشانه. وعلى نفس المنوال بقى مسلسل سفاح الجيزه العلامه المميزه ليه هي اغنيه بدريه السيد العدل فوق الجميع. حاليا اي حد ماشي في الشارع بيسمع الاغنيه على طول بيفتكر المسلسل، ودي حركه ذكيه جدا من صناع العمل على ان هم يحيوا اغنيه مش معروفه محدش سمعها او يمكن اتنست بصوره كبيره جدا ويخلوها ترتبط باي حدث قتل بيحصل في العمل. فبالتالي انت اول ما بتسمعها في الشارع بتفتكر على طول مسلسل سفاح الجيزه. ولو ما تعرفش عزيزي المشاهد، فمخرج عمل سفاح الجيزه هو هادي الباجوري، المخرج اللي ما عندوش رصيد كبير جدا سينمائي ولا حتى على مستوى المسلسلات، لكنه عنده تجارب ناجحه جدا زي فيلم هيبتا اللي اتقدم في 2014. واكيد بتسال ازاي المخرج اللي جاي من عالم الاعلانات وقدم لنا افلام رومانسيه عنده الكم من السواد دوت، لكن القرار كان جريء والنقله كويسه جدا وقدم العمل بصوره ناجحه، وده اللي ظهر قدامنا كلنا. وانا وناس كتير جدا حاليا بتحيي فهمي على الاختيار اللي هو خده بانه يسيب الكوميديا شويه ويقدم اعمال دراميه، واولها سفاح الجيزه اللي نجح وانتشر بصوره كبيره جدا. وبس كده، دي كانت اسبابي السته لنجاح مسلسل سفاح الجيزه. وطبعا اهم حاجه هي اسبابك انت. قول لي لو انت موافق معايا على الاسباب اللي انا قدمتها، ولو عندك اسباب تانية اذكرها برضو في الكومنت، المناقشه مفتوحه ما بيننا. لايك على يوتيوب عشان الحلقه تنتشر في كل مكان، واشتراك في القناه عشان يجيلك كل حاجه هننزلها في الايام اللي جايه. بس كده، واستناني في حلقه جديده. سلام.